بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أم باتول. اليوم راح نحضروا عصير الكركدية اللي فيه فوائد كبيرة. ننصحكم تجربوه وتحضروه معايا بهذه الطريقة، يجي بزاف بنين وصحي 100%. هنا عندي عشبة الكركدية، هنا قيس 5000. تجي بهذا الشكل، اللي ما يعرفهاش تروحي عند العشاب يعطيك قيس 5000. راح تحضري ألذ وأبن عصير منعش وصحي. نبداو نحضروا العصير مع بعض. ندي طبسي ندير فيه الكركدية. كي تجيها من العشاب أول مرحلة لازم تغسليها ماء عادي من الحنفية، غسليها مليح وصفيها. شنحي لها كمان هذوك الشوائب والأتربة اللي موجودة فيها. وراكي درتي لتر تاع الماء يغلي، لازم يكون الماء مغلي. نجيبو الماء سخون، قيس لتر خليناه يغلى مليح، ونديرو فيه عشبة الكركدية. ويتحبوا مركز تخليه يغلي غليه وتطفي عليه. انا حبيته بهذه الطريقه اللي يولي يطلق. نغطيو عليه ونخلوه مده 6 سوايع ونرجعوا لكم. بعد ما خليناه 6 سوايع كما تقدري تخليه حتى ليله كامله. كيفاش يولي؟ فيه فايدة كبيرة لصحتنا ولجسمنا. نجيبو قرعة نصفيو الكركدية تاعنا. بسم الله. ما نعمرش القرعة كامل، اخلوها في النص. عصير الكركدية راح نزيد له مركز الليمون اللي كنت حضرته معاكم سابقا. نخليكم الرابط اسفل الفيديو. في كل نص ندير كاس معمر. القرعة هذه ما تكفينيش، اسمها راح 2 قرع بهذا الشكل. وهنا الحلاوه كما تحبي. عصير الكركديه مع الليمون، حبيتي تزيدي له اضافات اخرى انت حره. انا حبيت نكتفي برك بالليمون، راح يعطي له طعم هايل وبنه ولا اروع وفايده بزاف كبيره. نديروه يبرد ونشوفوه في صحن التقديم. ولحقنا نهايه الفيديو. هنا درنا العصير تاعنا يبرد شويه جا ولا اروع. ولا حبيتي ديروا هذه الرغوه من الفوق، خلطيه شويه بالبغاء يتخلط خلطه خفيفه برك يتشكل لك هذا الرغوه. هذا عصير صحي، نتمنى تجربوه وتحطوا لي رايكم في التعليقات. فيه فايده كبيره. كما نعرفوا الليمون فيه فيتامين سي، مع الكركديه راح يعطينا فايده كبيره وبنه ولا اروع. نتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم وان شاء الله نالت اعجابكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وبارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وفي فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.